تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحذاء الذي اختارته لافتتاحية عيد الفطر. ونشرت بطمة صورا لإطلالتها على الانستغرام، ولكن الحذاء الذي ارتدته جذب انتباه المعلقين وأثار سخريتهم. ووصف بعض المتتبعين الحذاء بأنه غريب ولا يتماشى مع القفطان الأخضر الذي ارتدته، كما اعتبره البعض غير موفق وغير مناسب لإطلالتها. ومن جهة أخرى، رأى المعلقين أن الإطلالة لم تكن موفقة بشكل عام، وأن بطمة بدت وكأنها اكتسبت وزنا زائد، على الرغم من أنها تحرص دائما على استعراض رشاقتها. وبالرغم من ذلك فإن الكثير من جمهور الفنانة المغربية ومحبيها قدموا لها الدعم والتشجيع على الرغم من الانتقادات اللاذعة. يذكر أن دنيا بطمة هي فنانة مغربية شهيرة تتمتع بجماهيرية واسعة في الوطن العربي، وتعتبر إطلالتها وأزياؤها من أكثر الأشياء التي تجذب انتباه الجمهور، وهذه المرة لم تكن استثناءً. السلام عليكم احبتي، كثيرا هانيه لاباسه، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم غنقدم لكم واحد السلطه بالبروكلي كتجي لذيذه وسهله واقتصاديه. المهم خليكم معنا بزاف. المهم في هاد الكاس ملي غادي نديرو البروكلي اللي كنا سلقناه من قبل، غادي نديرو معاه التفاح اللي قديناه شرائح، ومن بعد غادي نزيدو عليه واحد شويه تاع خيزو اللي محكوك. صافي غادي نديرو الزبيب والزدراري. صافي من بعد غادي ناخدو على القرعه، غادي نديرو فيها الزيت البلديه. من بعد غادي نزيدو عليه باش يجي نتاع الحامض، غادي نزيدو مليحه وشويه تاع الكمون. من بعد غادي نزيدو شويه تاع البزار المطارز. غادي نزيدو واحد الملعقه صغيره نتاع العسل. صافي غادي نخلطو هادشي مزيان وغادي نخويو فوق ديك لاصال ديالنا مزيان. غادي نحركو مزيان وعلى صلاه تاعنا واجده. المهم نتمنى تجربوا الوصفات تنجح معكم، ما تنساونيش من اللايك والاشتراك وبصحتكم.